لا يجوز أن نسترخي ونقول فاشل فاشل وعندنا وعد رباني بتحرير القدس. افصلوا بين الأمور. الوعد الرباني نعم ويقين وصدق، وهذا أمر عقدي إيماني. اليهود لن يبقوا في فلسطين، ويتأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذا أمر يقيني. ثم فإذا جاء وعد الآخر يسوء وجوهكم، هذا موضوع نثق به ونؤمن به، لكن النصر نحن نذهب إليه ولا يأتي إلينا. هذا يجب أن يكون واضح، ولا نكون إحنا دجالين نعطي أمتنا مخدر. النصر لا يأتي إلينا. النصر إن تنصروا الله ينصركم. أنت تذهب للنصر بنصر الله بإقامة شرعه ودينه، حكم التزام بدينه. إن الله لا يغير ما بقوم اللي هو النصر حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت تذهب إلى النصر. بالمعروف نتناولن عن المنكر، تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا. أنت تذهب إلى النصر. لذلك على كل من يتحدث عن النصر الرباني وتحرير بيت المقدس أن يربطه بالعمل، أن يربطه بالجهد، بالمثابرة، بالصدق، بالإيمان وبالعمل التغيير. أما نتحدث عن الوعد الرباني ونحن مشاركون في صفقة القرن وساكتون عمن يصنع صفقة القرن، ونصفق لعباس ولعبد الله ولحسين وللسيسي، نصفق لهم ونقول الوعد الرباني جاي، هذا كذب على الله. الوعد الرباني لا يأتي لخوف المتقاعسين، وأنتم جزء من المصيبة وجزء من المشكلة وجزء من الحرب على الله ورسوله. فإذا على كل من يتحدث عن الوعد الرباني أن يربطه ويقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.